أبطال الكأس التي تقام في عمان العروبة. تصل إلى العربي حبابي، ما برضه بحصلها، برافو صبحي مباشرة إلى جيريس سادروس، لكن أقرب إلها العساس هشام، وبتصطدم برضه بتروح. العربي بسدد ولكن بعيدة عن مرمى أنيس. يتابعون هذه المباراة وكرة مرفوعة داخل الجزاء، إنما من يد عمر ديالو. حبابي العربي برضو كرة وخطرة وأول أهداف المباراة عن طريق اللاعب الزوين عبد العزيز لصالح خريبكة المغربي بعد مضي حوالي 12 دقيقة. 12 دقيقة من أحداث الشوط الثاني. شوف العرض البطيء اللي كمان تراجع جعفر حماد، وهذا العوضات على طول إلى جعفر حماد ومقطوعة. التبديل الثاني تركها إلى صبحي، إلى موسى، أول لمسة لموسى إلى فراس على طول لمين، إلى جمال إلى فراس مرة ثانية، فراس وبراسه الله، حلوة. إذا ضربة جزاء لصالح فريق النادي الفيصلي اللي بتنتعش الآمال مرة ثانية. برافو لفريق النادي الفيصلي بهذه الهجمة واللمسة الفنية الجميلة. شفنا جمال أبو عابد إلى فراس ترفعها إلى جيريس اللي بيسدد براسه. جيريس سادروس وديالو والخشبة، جول. إذا في الدقيقة 16 من أحداث الشوط الثاني يحقق جيريس سادروس هدف التعادل لفريق النادي الفيصلي. هذا التغيير الذكي لمظهر السعيد بإدخال موسى عوض وجعفر حماد في منطقة الوسط اللي إن شاء الله أنها بتتعزز وبتبعد الخطورة المغربية عن مرمى فريق النادي الفيصلي. المباراة ملتهبة وأيضا مثيرة، والكرة عند العربي مقطوعة من علي الزعبي وفي صافرة. موسى إلى جمال أبو عابد إلى صبحي سليمان على طول يا صبحي، جمال مرة ثانية جمال فراس صاحب الرفعة الجميلة داخل منطقة الجزاء اللي جاء عنها الهدف عن طريق ضربة الجزاء. وصبحي سليمان حقيقة من اللاعبين المميزين في صفوف فريق النادي الفيصلي وصاحب الهدف اللي نقلنا إلى المباراة النهائية. تروح الكرة مباشرة إلى جعفر في صفوف خريبكة، مرفوعة داخل منطقة الجزاء، وأنيس علي راتب مرفوعة داخل منطقة الجزاء، وحارس المرمى عمر ديالو السنغالي. كرة في الأمام مقطوعة من علي الزعبي، زرقاوي برضو علي الزعبي، تصل لمين إلى الزرقاوي مرة ثانية اللي بيعتمد حتى الآن على التمرير طويل وتسديدة وهدف.
تسديده وهدف عن طريق العربي حبابي قبل نهاية المباراة ب10 دقائق. شفنا التسديدة الخاطفة، الزرقاوي اللي بيعدلها مباشرة، شايفين إلى شوف كيف على طول من اللمسة الأولى بالزاوية البعيدة، بالزاوية 90 اللي لم يستطع لا أنيس ولا غير أنيس من تحصيل هذا. شوف بالزاوية 90. راتب لمين؟ لجعفر، جعفر إلى جريس على طول، إنما مقطوعة. كرة مرفوعة داخل منطقة الجزاء، ولكن أقرب إلى عمر ديالو. زياد أبو شنب، كرة داخل منطقة الجزاء والمدافع بيبعدها في اللحظات الأخيرة. مرفوعة ومقطوعة بإيدين حارس المرمى. لا، داخل منطقة الجزاء بتروح الكرة، لكن تنتهي إلى خريبكا المغربي، وكرة سريعة وهجمة مرتدة لصالح فريق خريبكا المغربي. الزوين، تسديدة ضعيفة ناحية حارس المرمى أنيس. مهند محادين بإيده على طول، مهند في الأمام ناحية جيري سادروس وثلاثة مدافعين. مقطوعة برأسه تروح إلى العربي حبابي صاحب الهدف الثاني. وتسلل، ضربة حرة غير مباشرة لصالح فريق النادي الفيصلي. موسى، برضو موسى بالخلف. أحمد خليل مقطوعة. عزيز، تومزين عزيز إلى عبد العزيز، وأيضا تسديدة وهدف. هدف من نفس اللاعب العربي حبابي، ومن بعيد بيسدد على مرمى أنيس وبزاوية بعيدة ليصبح الهدف الثالث لصالح خريبكا المغربي، مقابل هدف واحد لصالح فريق النادي الفيصلي. حقيقة يعني تسديدة قوية وبعيدة وأيضا في الزاوية، وهو لاعب دولي كبير في صفوف خريبكا المغربي. وهكذا سيداتي وسادتي تنتهي هذه المباراة بفوز فريق خريبكا المغربي ب3 أهداف مقابل هدف واحد لفريق النادي الفيصلي.